يحيى عطية الله في القائمة الساري بالراس. جول المغرب يتقدم، المغرب يسجل، يوسف النصيري. أن تفرح بفوز المنتخب المغربي هذا لا يعني أنك تتخلى عن صلاة العشاء، وهذا لا يعني أنك تسهر بالرقص والغناء، وهذا لا يعني أنك تخالط النساء، وهذا لا يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. أخوكم في الله ومحبكم فيه إن شاء الله لفقير أبو بكر. نحن في محل لبيع الشاي والمكسرات في ولاية بجاية. لبيع الشاي والمكسرات. حدث معي حدث بسيط جدا جدا أحببت أن أشاركه معكم. ونحن في محلنا هذا دخل إلينا إلى هذا المحل رجل طلب منا كأس شاي، وسأله أخي قال له كيف حالك وشو حالك صباح؟ فقال له الشخص هذا قال له مانيش مليح. قال له وش بيك؟ قال له مانيش مليح، والصح كان يظهر على وجهه الحزن ويعني غاضب بشدة. قال له وش بيك؟ قال له كيفاش منتخب عربي مسلم لعب جيد وفاز بجدارة بكل حرقة قلب، يقول كيف أن التلفزيون والإعلام لا ينشر منشورات ولا يعني يذكر في إعلامه أنه المنتخب المغربي فاز أو إن شاء الله يفوز بالكأس العالم، ولما لا يذكر أنه فاز بالمباراة. يعني غاضب لدرجة كبيرة جدا جدا. لهذا حبيت أشارك معكم فقط النقطة هذه، لأنه الشخص يعني المغرب ما يسمع به. من المغرب يسمع بهذا الشخص الآن، لكن ضاق صدره وله حرقة في قلبه لما لم يهنئ التلفزيون الجزائري المغرب بفوزه بالمباراة. لما؟ والله إننا نحبكم في الله، والله إننا نحبكم في الله. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. أنا لا أعتبر أن هذه الآية تخصنا نحن كشعب جزائري وشعب مغربي. نحن شعب واحد وقبيلة واحدة ولغتنا واحدة وتقاليدنا واحدة، تاريخنا الإسلامي واحد، فنحن شعب واحد ونحن قبيلة واحدة. ومهما يكن من المشوشين الذين يشوشون على عقول الناس وعلى أفكار الناس، إلا أن محبة الشعب المغربي تظل في قلوبنا. مهما يكن تظل محبة الشعب المغربي في قلوبنا. ملخص مباراة المغرب مع البرتغال هو ما نراه من الود والمحبة والأخوة في مدرجات الملاعب. ومن كان يشك في حبنا للمغرب فليغسل قلبه بماء الود ويعطره بعطر المحبة، فنحن شعب واحد وقبيلة واحدة، تقاليدنا واحدة وكلامنا واحد وتاريخنا الإسلامي واحد. نحن كلنا شعوب وقبائل نتعارف على شعوب وقبائل أخرى. ملخص مباراة المغرب مع الجزائر ابتسام وفرح ملايين العرب والمسلمين. نعم، مبروك للمنتخب المغربي على فوزه على البرتغال، والعقبال إن شاء الله لفوزه في مباريات أخرى، فهو يشرف العرب والمسلمين رياضيا. نعم، المنتخب المغربي الآن يشرف العرب ويشرف المسلمين رياضيا. إذا تحدثنا عن مخاطر كرة القدم وأنها أفيون الشعوب وأننا أعطيناها أكثر من حقها وأنها هذا لا يعني أننا نتحدث سياسيا، فنحن لسنا سياسيين، نحن نتحدث كمسلمين ونتحدث بغيرة على المسلمين. مبروك للمنتخب المغربي تأهله، ومبروك للشعب المغربي بمنتخبهم هذا، ومبروك للوطن العربي بهذا المنتخب العربي الذي يشرفهم رياضيا. لا نقول يشرف ثم نسكت، إلا أننا نقول يشرفنا رياضيا. ونتمنى أن نجد من يشرفنا إعلاميا، ونتمنى أن نجد من يشرفنا لغويا، ومن يشرفنا إسلاميا، ومن يشرفنا طبيا، وفي مجال الاختراعات، فكل مجال نتمنى أن نجد من يشرفنا فيه. ملخص مباراة المغرب والبرتغال في الملعب أن المغرب فاز على المنتخب البرتغالي بهدف يتيم. فألف مبروك للمنتخب المغربي، ونتمنى أن يشرفنا رياضيا أكثر وأكثر. وفرحنا بفوز المنتخب المغربي هذا لا يعني أننا نسكت عن ما غفل عليه الناس وعن ما اتجه إليه الناس وهو خطأ. يعني قد يعظم الناس من أمر كرة القدم تعظيما يفوق الحد، فينشغلون عن صلواتهم، ينشغلون عن قراءتهم، ينشغلون بما لا يرضي الله سبحانه وتعالى على حساب ما يرضي الله سبحانه وتعالى.
أن تفرح بفوز المنتخب المغربي هذا لا يعني أنك تتخلى عن صلاة العشاء، وهذا لا يعني أنك تسهر بالرقص والغناء، وهذا لا يعني أنك تخالط النساء، وهذا لا يعني أنك تبيح ما حرم الله. فنفرح جميعا وننبه أنفسنا جميعا، والله ولي التوفيق. فإلى النصف النهائي، ثم إلى النهائي، ثم إلى رفع الكأس بإذن الله سبحانه وتعالى. أخوكم في الله ومحبكم فيه إن شاء الله الفقير أبو بكر، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم.